انتقادات كثيرة طالت مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، وذلك بعد تعثر الفريق أمام إسبانيول وفقدانه نقطتين ثمينتين قد تتسببان في ضياع الصدارة في حال حقق غريمهم التقليدي ريال مدريد الصدارة. ووجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد رسالة إلى جمهور الميرينتي عقب دقائق قليلة من انتهاء مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني، وسقط برشلونة في فخ التعادل مع إسبانيول ليفشل في الانفراد بصدارة الليكا ويتساوي مع ريال مدريد برصيد 38 نقطة. ونشر أنشيلوتي صورة على حسابه بشبكة تويتر من مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، وكتب عليها: مباراة صعبة وانتصار عظيم. أتمنى عام 2023 سعيدا للجميع ويحيى مدريد. وطلب البعض بسرعة إقالة تشافي وعدم إعطائه أي فرص أخرى بسبب سوء إدارته للمباريات، وخاصة في الشوط الثاني، وعدم قدرته على تغيير أوضاع الفريق في المباريات وسلبيته الكبيرة. لذا يرى الكثيرون أنه على الإدارة سرعة الاتصال بتوماس توخيل ليحل محل تشافي وتتم إقالة الإسباني تشافي. وردت إدارة برشلونة على أنباء قالت المدرب البرشلوني بأن تشافي سيواصل العمل، ويمتد عقد تشافي هرنانديز مع برشلونة حتى صيف 2024.